ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كتير مننا سمع عن النفقة الغيبية. هل يا ترى سألت نفسك يعني ايه معنى كلمة نفقة غيبية؟ وايه اللي بتعنيها كلمة نفقة غيبية؟ ومين هم اللي بيحصلوا عليها؟ وعايزين نعرف معلومات كتير عنها. النهارده هاكلمكم عن النفقة الغيبية. النفقة الغيبية دي هي النفقة اللي ربنا بيرسلها لعباده الصالحين. يعني زمان لو أنت كنت بتسمع مثلًا من جدتك أو من جدودك، من قرايبك، من الناس اللي هم بتوع زمان بتوع الخير، اللي كانوا أول ما يصحوا من النوم يقولوا يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، كانوا بيقولوا دعوة الرزق من غير ما يعرفوا إن دي هي الدعوة اللي بتفتح لهم أبواب الرزق. كان في منهم ناس طيبين جدًا بالفطرة وكويسين جدًا من جواهم، هتلاقيهم لمّا يقعدوا يحكوا لأولادهم ولأحفادهم كده يقولوا لهم إحنا كنا بنقوم من النوم نلاقي تحت المخدة فلوس، ما نعرفش الفلوس دي جات منين، أو إحنا بنكنس الشقة وبننضف الشقة دايمًا نلاقي فلوس واقعة في الأرض. برضه ما نعرفش الفلوس دي جاية منين. وكان في منهم اللي بيلاقي دايما بصفة مستمرة وعلى طول، لكن أول ما يبدأ يتكلم عن الموضوع بينقطع معاه وما بيرجعش تاني. طيب ايه هي بقى النفقة الغيبية دي؟ النفقة الغيبية دي هي فلوس أو مال بيبعته ربنا لعباده الصالحين. يعني الناس دي بتلاقي مال على طول باستمرار، وبيبقى اللي ربنا هو اللي باعت لهم المال دوت من غير حول منهم ولا قوة. ودوت بيكون بسبب ان هم قريبين جدا من ربنا، منشغلين جدا بطاعاته وبذكره، ومش شاغلين بالهم بالحصول على المال او المزاحمة او الجري وراء المال، مش همهم الدنيا. زي ما ربنا قال لنا من كان همه الدنيا جعل فقره بين عينيه. الناس دي كانت بتلاقي الفلوس ديّة بصفة مستمرة وربنا اللي بيرسلها لها، زي مثلًا اللي هم عباد الله الصالحين أو أولياء الله الصالحين، هم طول وقتهم بيتعبدوا وبيذكروا ربنا، ما عندهمش وقت إن هم يدوّروا أو يشغلوا بالهم ويجروا وراء المال في الحياة الدنيا، هم هَمّهم كلّه الآخرة، فربنا بيبعت لهم من المال ما يكفي حاجتهم وكمان بيفيض. لأن ربنا قال لنا في حاجات كتيرة جدًا إحنا مهمتنا في الحياة إن إحنا نعبد ربنا وإن إحنا نذكره دائمًا، وقُلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الناس دي ربنا بيرسل لها نفقة غيبية. ممكن بقى الناس دي تلاقي النفقة دي مثلًا تحت سجادة، تحت مخدة، تحت، في ناس بتلاقيها في المصحف بتاعها، في ناس، لكن الناس دي ما بتسعاش للموضوع دوّة، هي بتبقى نعمة ومنحة من عند ربنا، ومش لكل الناس بتحصل لهم. حتى في ناس بتبقى من عباد الله الصالحين لكن ما بيحصلش معاها موضوع النفقة الغيبية دي، دي حاجة بيختص بيها بعض البشر. زي ما تلاقي مثلًا في شخص عنده حاجة ربنا مفضّله بيها عن سائر المخلوقات. وممكن تلاقي حد نَفْسه زيه بيعمل نَفْس كل الحاجات اللي بيعملها من طاعات وعبادات وكل حاجة، لكن ما عندوش هذه المنحة اللي ربنا ادّاها له. فالنفقة الغيبية ديّة لو أنت سمعتها ومش فاهم يعني إيه نفقة غيبية، هي مال بيرسله الله ل من يحب أو من يشاء. إحنا ما نعرفش الشخص دوّة اشمعنى ربنا اختصّه بيه هذه الشيء. نسأل الله أن يرزقنا جميعًا من نفقاته الغيبية. لكن لمّا تيجي يحصل معاك الموضوع دوّة، اوعى تتكلّم فيه، ما تحكيهوش لحد، خلّيه سِر ما بينك وما بين ربنا، وخلّيه خبيئة لا يعلمها إلا الله. وشوف أنت بتعمل إيه وزوّد من الحاجات اللي أنت بتعملها، سواء كان طاعة أو عبادة أو شكر أو حمد أو استغفار أو أي نعمة أو أي شيء أنت بتعمله، لإن ديّة بتكون منحة من ربنا بيختص بيها من يشاء من عباده. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا من النفقات الغيبية ما لا عين